النهارده مكنه الزبادي بتاع صناي بيكون معاها ضمان سنتين، وكمان بتبقى 10 واط بس، يعني ما بتسحبش كهرباء نهائي. يعني هنوفر تعالوا بقى نشوف بقى، بما اننا داخلين على رمضان وكل سنه وانتم طيبين، وطبعا كلنا بيبقى محتاجين بقى ناكل زبدايه كده قبل السحور او بعد السحور، عشان ايه؟ النهار بيبقى طويل وما نعطش والكلام ده كله، وكمان عايزين ناكل حاجه صحيه ومفيده عاملينها بايدينا، وكمان في الفلوس اقل بكتير من ما انتوا تشتروا من بره. المكنه بتاعتنا بيكون معاها 8 كوبايات، طبعا ده ورق بيبقى فاصل زي ما انتوا شايفين، ده مش تايمر ولا اي حاجه، ده مؤشر عشان تعرفي مثلا لو انت حاطه الزبادي الساعه 4 يبقى تحطها على الساعه 4، مجرد ان هو تذكره بس. حطها على الساعه 8 تسيبها على الساعه 8، ولا بيمشي ولا بيتحرك، هو بيفضل ثابت على الساعه 8 او الساعه 7 او اي ساعه انت هتحطها عليه، بحيث ان هو يذكرك انت كنت حاطه الزبادي الساعه كام، ومن بعدها تحسب الوقت اللي الزبادي محتاجه عشان ايه؟ يكون يتعمل ويبقى كويس. انا في الفيديو دوت هكتفي ان انا اقول لكم السعر 275 جنيه، ده سعر مكنه الزبادي، وعندي توصيل لاي مكان. اما لو انتوا حابين تعرفوا تفاصيل اكتر هتدوسوا على اللينك اللي في البايو دوت،